لبلی وکم دزانم کو یا ایرو لهمبری حمو پاشوروتیه برخوادانیه کی مزن کرن و لهمبری حمو پاشوروتیه تاریخ کی نو به خوینا خو نویساندن و سرکفتن دیاری گل حموم روایی دکن و جبوی ویجی ام باورن حوال کن اکادمیا شهید اگه دا حاضر بونه دوران دا و جبوی سرکفتن و تشتی کش پرورده دیتنه هم پرورده سیاسی هم یه بیردوزی نتیجه کش درخستنه و تشتی کفر بونه ویل هم بلی حمو پاشوروتی جار اکیدن خودی لسلاح و ریکا شهید در بکوه بداية غادابه شهداء الثورة والشعبي والحفاظ على العالم السلاحي وعلى كرامتي الإنسانية وعلى شرفي اقسم. أنا اسمي سردار عرب. أول شيء يتعرف على شخصية نفسه، تالي يتعرف على شخصية حزبه، على شخصية شعبه، على شخصية إنسانيته، على ضميره، على هذين الأهداف وهو يستبدي ابتداية حربه اللي يصير حرب نفسي، حرب إنساني، حرب ضد داعش، ما بيفرق هو. بس الأهمية الهدف حرية شعب، حرية إنسانية. أنا هفضل سفر من قرية الصبحة ناحية البصيرة. أنا كنا مضطهدين من قبل داعش لما سمعنا بقوات الديمقراطية وسمعنا كيفية الحرية عن الرأي والتعبير انضمينا إلها مشان ندافع عن الحرية، لأنه كنا مضطهدين حيل بالنسبة من قوات من داعش. ولما اجينا وخضعنا الدورة تعلمنا كيفية التكتيك والحرب واقتحام النقاط واستفدنا شيء كثير يعني، واهم شيء اخذنا حرية الفكر، كنا عقلنا متحجر. احنا جاهزياتنا قوية ان شاء الله وجاهزين لاي تحرك بالنسبة لعفرين او الروج آفا. اول شغلة قوات سوريا الديمقراطية هي قوات التسامح. ثانيا على تعلمنا في هذه الأكاديمية الروح الرفاقية وتعلمنا أيضا قوة الشعوب، وإن شاء الله سنقف هنا ونذهب إلى أهلنا وسنرد تنظيم داعش كاملا، ونقول لأخوتنا في عفرين إن شاء الله قادمون إليكم وقادمون أيضا إلى تنظيم داعش وسنحررها إن شاء الله.